السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايبالكم وصفة من وصفات عيد الأضحى المبارك، كل سنة وانتم طيبين. هنعملها مع بعض، اقتصادية جدا جدا، وطبعا ينفع تتعمل في الأيام العادية طبعا، بس هتبقى حلوة جدا لما تجربوها في العيد. اتمنى تتابعوا معايا الفيديو الاخر، ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. ويلا نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الوصفة دي يا جماعة بجد لذيذة جدا 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 جدا، يعني اتفرجوا على الفيديو بكل تفاصيله وتكاته، وان شاء الله بإذن الله تجربوها هتعجبكم جدا. عندي هنا بطاطس وعندي هنا بصل. اول حاجه مسكت البصلايه بتاعتي، قشرتها وغسلتها، وبعد كده قطعتها شرايح زي ما انتم شايفين، وبدات ان انا انزل عليها بنص معلقه صغيره من الملح ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وبدات ان انا يعني اعملها بالمنظر ده كده. خلاص، بحيث ان البصل يتفتح من بعضه ويشرب من الملح والفلفل الاسود كويس جدا. بعد كده بقى هجيب البطاطس بتاعتي هقطعها شرايح زي ما انتم شايفين كده، بصوا، ولا سميكه ولا رفيعه اهو. ولازم تكون التقطيعه بنفس السمك، علشان ياخد كله نفس التسوية. بعد ما خرطتها كده غسلتها، وبدأت ان انا انزل بيها على البصل، وابتدي ان انا اقلبها كويس جدا علشان تشرب كويس جدا من البصل والتوابل اللي في البصل. هبتدي بقى اتبل معاكم بتوابل بسيطة برضو، هرش كمان رشة من الفلفل الاسود، وكمان رشة من الملح، وكمان لو عندك كزبرة ناشفة انزلي بمعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، بتديها طعم حلو قوي. عندك بقى السبع بهارات انزلي برشة. عندك يعني سن الجنزبيل ماشي مفيش مشكلة، بتديها طعم حلو قوي. اي بهارات او ممكن كيس مرقة فورية وتنزلي بيه. ظبطي بقى البطاطس بتاعتك وهتدوقي طعم بطاطس خطير. وحطيت كمان معلقة صغيرة من التوم البودر، يعني مثلا تحطي توم فريش. خلاص، بدأت بقى ان انا اقلب البطاطس مع البصل مع التوابل دي كلها عشان البطاطس تشرب من نفس الطعم. وبدأت بقى اسويها بالمنظر ده. خلاص، لحد كده بقى بصوا، عايزه اقول لكم التوابل شكلها مغري جدا. نركن بقى على جنب ونجيب بصلايه، هبتدي ان انا اقشرها كده خالص. وبعد ما اقشرها هديها غسلة بسيطة بالمية علشان بيبقى فيها حاجة كده، العصارة بتاعتها بتبقى باينة من بره كده، فأنا بحب أشطفها. وبعد كده بقى هجيب المبشرة بتاعتي وابتدي إن أنا أبشرها كويس جدا بالمبشرة. وبعد ما تتبشر ضروري جدا إن انتي تصفي المية اللي هي هتنزل منها. لو محتاجين المية حطوها في طبق وسيبوها في الفريزر مفيش مشكلة، يعني مثلا لو مش محتاجاها خلاص، آه، يعني مش محتاجينها خلاص تلاقيها. خلاص، هبتدي بقى ان انا اخد البصل بتاعي كده اهو، نفض بس المبشره. بصوا بقى كده، بصوا شايفين الميه دي انا مش عايزاها. خلاص، هبتدي ان انا اتخلص من الميه دي خالص. وابتدي بقى اجيب حاجه غويطه كده انزل بيها بالبصل، وابتدي اجيب بقى ربع كيلو من اللحمه المفرومه، عشان كده بقول لكم ان دي من وصفات العيد. فاكيد في العيد بنجيب لحمه، سواء كانت مفرومه او كانت شرايح او كانت مكعبات. فاحنا نص كيلو لحمه ان شاء الله هيبقى تمام معانا. خدنا ربع فصفى قبل كده، وادي الربع التاني اهو. نبتدي بقى نتبل اللحمه المفرومه بشويه من الملح وشويه من الفلفل الاسود. لو عندك جوز الطيب حطي ربع معلقه صغيره من جوز الطيب، وبهارات لحمه. وعندك كمان توم باودر، بصل باودر، عندك قرفة، عندك جنزبيل. القرفة والجنزبيل رشة بسيطة ورشة بسيطة. خلاص، وهبتدي طبعا لو عندك بقدونس حطي ربطة بقدونس، ما عندكيش مفيش مشكلة خالص. ابدأي بقى امسكي المكونات دي كلها، دخليها في بعضها زي ما انت شايفة كده لحد ما تنعم معاكي وتبقى زي الفل. اول بقى ما تنعم معاكي هتيجي بقى اعملها كور صغيرة او اعملها صوابع على حسب ما انتوا عايزين. بصوا هتشوفوا قد ايه الربع كيلو ربع معايا حوالي 15 قطعة من اللحمة، ما شاء الله يعني. خلاص، ببتدي اقطع واكور زي ما انتوا شايفين الطبق. هعمل ايه بقى؟ اجيب طاسة على النار كده، وابتدي انزل فيها بمعلقة واحدة بس من السمنة، لان الكفتة برضو بتنزل زيت. فهننزل بمعلقة واحدة بس تسخن كويس جدا. وبعد كده هبتدي انزل بالكفتة كده زي ما انتوا شايفين، وابتدي بقى ايه اخليها تحمر من الناحيتين وتنزل السوائل بتاعتها. عقبال بقى ما تعمل كل ده هكون محضرة معاكم باقي الصينية بتاعتي اهو. شايفين؟ كل شوية بس بهزها كده
بحيث ان هي ما تتكسرش معايا من تقليب. تمام اهو. يلا بقى على طول ادي البطاطس بتاعتي رجعت لها، عصرت لها تقريبا نص كيلو من الطماطم، عليهم معلقه من الصلصه، وهبتدي بقى ان انا اصفي الطماطم كده بالمنظر ده كده. وطبعا الطماطم هتنزل على البصل، على البطاطس هتعدبها شويه. فانا همسك الطماطم انزل عليها برشه بسيطه من الملح ورشه بسيطه من الفلفل الاسود، وابتدي ارفعهم على النار ياخدوا غلوتين. عقبال بقى ما هما ياخدوا الغلوتين تكون بقى الكفته خدت معايا اللون الحلو اللي انا عايزاه. طبعا البطاطس لو خدتوا بالكم انا ما نزلتش بيها باي حاجه، ولا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه. الزيت بقى اللي نازل بالكفته كده مع معلقه السمنه، ده اللي انا هنزل بيه بس على الصينيه بتاعتي. اول بقى الصينيه بتاعتي خدت غلوتين كده وكانت الكفته بتاعتي احمرت، بدات ان انا انزل بيها كده على الوش. لما تكون متحمره احسن ما تكوني حطاها نيه، متبقاش ظريفه خالص. هبتدي بس اغطيها بورق فويل، وخلي النار بقى متوسطه عليها واسيبها بقى تستوي مع نفسها. الورق الفويل هيخليها تستوي معايا بسرعه. هجيب بقى حله وانزل بقى فيها بشويه من الزيت. هنعمل مع بعض شويه رز بشعريه مفلفلين كده، اما يعني خطير جدا. هنزل بقى بشويه كده من الشعريه، تقريبا يعني كوبايه الا ربع من الشعريه، وابتدي احمرها كويس جدا. وحضرت معاكم كوبايتين من الرز، غسلتهم كويس جدا وصفيتهم من الميه. واول ما الشعريه بتاعتي تاخد اللون اللي انا عايزاه هبتدي انزل بيه على الرز. هقولكوا على خطوه كده هتعملوها علشان يبقى معاكم مفلفل وجميل. طبعا انا غطيت كده على البطاطس، والبطاطس بقى بتاخد سواها مع نفسها. بصوا الوجبه ما خدتش معايا وقت خالص، يعني في ساعه اقل من ساعه كنت محضراها. الخطوه بقى المهمه جدا في الرز ان انت تقلبي الرز وبتغلفيه كويس جدا بطبقه من السمنه. يعني انا بقلب كده الرز عشان يبقى مفلفل معايا، عشان يبتدي يمتزج وكل رزايه تتغلب في السمنه او الزيت اللي انا بحمرها فيه. ابتدي بقى انزل بقى طبعا بمعلقتين صغيرين من الملح، وابتدي برضو اديهم تقلبتين، وبعد كده هزود له ميه وهسيبه بقى يستوي اول حاجه كده على نار عاليه لحد ما يبتدي يشرب الميه بتاعته. هبتدي اقلبه كمان مره وهدي عليه خالص شمعة، اسيبه بقى يستوي براحه راحته. عايزه ما يغيبش معاكي الرز، انزلي بميه سخنه. الميه السخنه بتخليه ما يغيبش معاكي بسرعه ويشرب الميه بسرعه ويدخل في التسويه اسرع. اهو خلاص طمنت كده ان الرز بتاعي مرتاح اهو ومتغطي بالميه. تيجي بقى اغطي عليه واوريهولكوا بقى. بصوا كده شرب ميته اهو. في اللحظه دي بقى انا كده بهدي النار عشان هو كده شرب ميته بس لسه ما استواش. هدي النار بقى واسيبه يستوي براحته خالص. وبجد بجد يعني اكله عملتها في ساعه زمن. وانا قلت دي اكله من اكلات العيد عشان فيها لحمه. طبعا في الوقت الحالي ما فيش حد بيجيب لحمه، بس في العيد ان شاء الله ربنا هيكرم وهنجيب لحمه وهناكل احلى صينيه بطاطس بالكفته. لذيذه جدا جدا يا جماعه، شايفين شكلها جنب شويه رز بشعريه جنب بتنجان مخلل، تحفه. اتمنى تكون يا رب الوصفه عجبتكم. لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. اشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.